من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا ليبتليه وزوده بالعقل ليكون أهلا لخلافته في الأرض وأسجد له ملائكته تكريما له على سائر الخلق. وأصلي وأسلم على أشرف إنسان حمل الحق وأدرك عظمة الله في الخلق، سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد ممثل عمدة بلدية تفرق زينب، السيدة ممثل جهة نواكشوط، السادة ممثلي السلك الدبلوماسي، الحضور الكرام، إن تقدم الأمم ورقيها وبناء صرح حضارتها لا يقوم إلا على أساس من العلم والمعرفة، ومن أجل ذلك حض الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على ضرورة تعلم العلم. وكان أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ودعا أمته معه هو العلم، فقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعتبر المعلم قبطان سفينة العلم، فهو الذي يتولى مسؤولية إيصاله إلى الغير. وقد أدركت السلطات العليا مكانة المعلم ودوره المحوري في نشر العلم والمعرفة، فأنشأت مشروعا لتثمين مهنته وإعادة الاعتبار إليها. وقد لبى هذا المشروع العديد من المطالب للمدرسين، كما أنشأت في ظل قانون الميزانية الجديد صندوقا رصدت له مبالغ مالية معتبرة لتشجيع المدرسين المتميزين، وهو ما سيكرس ثقافة المنافسة بينهم. إخوتي أخواتي أيها الجمع الكريم، لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أذكر ببيت الشاعر أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وسأذكر بتدوينة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني التي نشرها ليلة البارحة، مباركا ومشاركا للمعلمين عيدهم. أبارك للمعلمين يومهم العالمي، وأنتهز الفرصة لتجديد الدعوة لهم ببذل المزيد من التضحيات في سبيل مواكبة المدرسة الجمهورية التي نسعى أن تساهم في خلق جيل متسلح بالعلوم تذوب فيه الفوارق الاجتماعية متمسك بوحدته الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.